بنات، أكيد كلكم بتحبوا يكون عندكم البشرة المثالية. كلنا بنسعى يكون عنا هيدي البشرة، يعني بنروح بنعمل ماسكات، بنروح بنعمل نتوياج، بنعمل بيلينج، بنعمل كتير اشياء لحتى نساعد بشرتنا تضلها كتير طبيعية ونحافظ على البيبي سكين يلي بنخلق وعنا اياها. بيقول المثل نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير، بس أنا بقول ناموا بكير، فيقوا بكير وشوفوا بشرتكم كيف بتصير. بشرتنا بحاجة ل7 ل8 ساعات يومياً للنوم وللراحة، وإلا رح يصير في عنا هالات سوداء ما رح نقدر نتخلص منها ولا بأي مادة، ولا إن كانت طبيعية أو حتى بالفاونديشن. أهم عامل لحتى يكون عنا بشرة كتير حلوة إنه نريحها ونعطيها الوقت الكتير مناسب يلي هي بحاجته لحتى تنام. شرب المي، بنات لازم تتعودوا تشربوا 2 ل2.5 لتر بالنهار. هيدي الكمية رح تساعدكن على ترطيب البشرة بشكل فوري وسريع، وعلى أكيد رح تخلصكن من الجفاف يلي بتعانوا منه كل نهار. الغذاء، ولا مرة انتبهنا قديه طريقة أكلنا بتقدر تأثر على بشرتنا. الزيوت والمقالي والشوكولا والكافيين، العادات السيئة يلي معودين عليها أو أكل الشوكولا باستمرار، كلن هيدول بيأثروا على البشرة بشكل كتير سلبي. الفواكه هن الفيتامينز تاعول البشرة. أول شيء إذا بنروح عند حكيم البشرة وبنسأله شو فينا نستعمل فيتامينز لبشرتنا تضل منيحة ونضرة، رح يقلنا كيلو فواكه. ليه؟ لأنه الفواكه فيها مضادات للأكسدة. شو يعني مضادات الأكسدة؟ كلنا بنشوف قديه في عنا خلايا ميتة ببشرتنا لما بنعمل بيلينج، لما بنعمل سكرابينج، أو حتى يمكن لما بنحط فاونديشن بنلاحظ في عنا بشرة ميتة على الوجه. هيدول هن الخلايا الميتة. بنات، الموز والتفاح فيهن فيتامين الترطيب، بيساعدنا على انه نتخلص من الجفاف يلي بنعاني منه. عنا كلف وعنا شرايين حمراء وعنا حب شباب، مين رح يخلصنا منهم؟ البندورة والجزر والتوت البري. كيف؟ شربوا عصير جزر، طبخوا البندورة بالطبخ، استعملوها كتير بطبخاتكم. يعني أنا كل يوم بشرب كباية جزر، وبطبخي صرت عم بعتمد البندورة كمكون رئيسي، وحتى عودت جوزي كمان. شوكولا، مين منا ما بيطلع عباله حلو بالنهار؟ أنا استبدلته بالمانجا، فريز، توت البري والأناناس. conclusion، كلوا، شربوا وناموا منيح وشوفوا الفرق كيف رح بيصير. إذا كان عندكم أي سؤال ما تنسوا تسألوني إياه بخانة التعليقات الموجودة تحت. Subscribe to my channel on YouTube. Follow me Facebook, Instagram, Twitter and Snapchat. Bye!